وبخصوص تقاعد دون شرط السن، أكد متدخلون يمثلون 14 نقابة مستقلة ممثلة ل9 قطاعات وزارية بأن قرار التعديل في قانون التقاعد والاستغناء عن التقاعد النسبي يشكل مفاجئ قد أحدث صدمة لدى الكثير منهم. وفي وقت بررت الحكومة السابقة قرارها بعجز صندوق التقاعد دون أن تقدم التقرير المالي عن تسيير هذا الصندوق منذ سنوات، داعيين إلى أهمية العودة إلى التقاعد دون شرط السن في أقرب وقت لأجل تصحيح الخطأ الذي ألحق الضرر بفئة كبيرة من المستخدمين على حد تعبيرهم. وفيما يتعلق بملف قانون العمل، حذرت الكونفدرالية من إعداد أي مشروع لقانون العمل في غرفة مظلمة من دون مشاركة ممثلي العمال في صياغته، لأنه يعد من المشاريع المهمة في حياة المستخدمين التي تضمن حقوقهم من التوظيف إلى ممارسة العمل ثم التقاعد. وترى الكونفدرالية بخصوص القانون 1490 بأن ممارسة الحق النقابي في الجزائر تستوجب سن قانون جديد يتلائم مع التغيرات التي وقعت في عالم الشغل، لأن القانون الحالي يتحدث في معظمه عن محيط العمل في القطاع الاقتصادي. والسلام عليكم.